السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا الوصفة القمر دي يا بنات هنعملها من ايه؟ هنعملها من الجوانح بتاعت الفراخ. وصفة جميلة جدا جدا جدا، تاكلها بطبق رز كده وطبق سلطة. وجبة حلوة قوي قوي قوي. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنحش الضافر ده كده، او الحتة الاخيرة كده اللي في الجناح دي كده، دي هنحشها خالص. وبعد كده هنعمل كل الجناح كله، انا مهرمش منه اي حاجة يا بنات، غير هي حتة الضفر الصغيرة دي كده، او الحته الصغيره دي كده اللي احنا بنشيلها دي كده عشان الزفاره، وهي ما فيهاش لحمه اساسا، هي بس اللي هنشيلها. وباقي ما باقي كله هعمله كله يا بنات، هتبله وهرصه في الصينيه وهنعمله كله، مش هنرمي اي حاجه. الوصفه جميله وسهله جدا جدا وبسيطه. اول حاجه هنجيب كيس من الصلصه او معلقه من الصلصه، لو ما عندكيش جيبي كيس زي ده كده. هنحط التوابل، توم بودره، بصل بودره، توم فريش، السبع بهارات، بابريكا، سنة من القرفة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، سنة من الجنزبيل، وملح طبعا. وهنحط معلقة من دبس الرمان، لو ما عندكيش دبس الرمان ممكن تحطي معلقة من العسل الاسود. وهنحط كمان ربع كوباية من الزيت، وهنضرب ده كله مع بعضيه يا بنات زي ما انتوا كده هتشوفوا. بعد كده هننزل بالجوانح دي، نديها التتبيلة الحلوة كده، وطبعا ما ننساش الملح. وبعد كده يا بنات هنسيبها ساعة، نص ساعة، بس انا والله عملتها على طول وطلعت جميلة جدا جدا. بصي يا بنات الخلطة روعة روعة روعة. هتحط لها بصل بودرة، توم بودرة، توم، فصين من التوم الفريش، وهتحط لها بابريكا، هتحط لها السبع بهارات، هتحطي سنة قرفة، سنة جنزبيل، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وما ننساش طبعا الملح. هنخلطهم كده مع بعضهم يا بنات، ممكن تحطيهم ساعة ساعتين في التلاجة على حسب وقتك زي ما انت بتحبي. بس انا والله عملتهم وسويتهم على طول، طلعوا جمال جدا 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 ما شاء الله. بعد كده هرصهم في الصينية، بعد ما هرصهم في الصينية عشان ما ينشفوش منك في الفرن لحد ما يستوي، تحط لهم نص كوباية مية، نص كوباية مية، عارفة المج بتاع الشاي ده اللي بنشرب بيه الشاي، تحطي نص كوباية تكبيه عليه، وتحطي كل الخلطه والتتبيله فيها، وتحطي لهم نص كوبايه، يطلعوا محكي في منتهى الجمال اللي هتشوفيه دلوقتي. بصي يا بنات انا رصيت الصينيه كلها. هتحطي نص كوبايه ميه من مج كده يعني، هتحطوا لهم في الفرن يستوي، هيطلعوا بالجمال ده كده. هنعمل معاهم شويه رز ابيض كده وطبق سلطه، هيطلعوا بالجمال ده كده. لو عجبك الفيديو وعجبتك الوصفه ما تنسوناش بلايك وكومنت كده حلو واشتراك في القناه. بصوا يا بنات وجبه جميله جدا جدا، وعشان حطينا لهم نص كوبايه مج من الشاي، الجوانح طالعه جميله وطريه كده وحلوه. والسلام عليكم.